ما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي، الماتش ده عندي وعند كل الزملكاوية أهم من ماتش بيراميدز، لأن ماتش بيراميدز الكفة ما كانتش مترجحة للزمالك، ده بالعكس الكفة راحة لبيراميدز وقوي. المشكلة في الزمالك فنية، والمشكلة في الزمالك فردية، والمشكلة في كواليتي اللعيبة. عندك زيزو اللي كنت بتتسند عليه، حدث ولا حرج، زيزو بقاله أكتر من 6 شهور تحس اللي هو في توهان. المسلوسي مصاب، شيكا مشكله، الونش مصاب، انت مضطر تلعب اكتر من لعيب من الصفقات اللي انت جايبها، والصفقات اللي مش توب. الصفقات بتاعت الزمالك لحد دلوقتي في الميركاتو الشتوي ولسه يومين، صفقات مش احسن حاجه، ما تليقش بالزمالك. لكن النقطه المهمه جدا في جروس تحس ان اللعيبه بتاعت الزمالك تايهه، مش زي اول ماتشين. وده ان دل ان اللعيبه كانت بتلعب في الاول عشان تثبت نفسها، لكن مفيش كوره توحد الله تقول ان جروس ده بيعمل حاجه، الا عشان بس ما نظلمش الراجل، الا وهي دخول شلبي العمق. غير كده جروس مفيش كور بتتلعب، تبقى نصيبه وكارثه. لو جروس كمان في مشكله، يعني انت عندك جروس في مشكله وانت اصلا رايح جايب مدرب، من اشتراطاتك الاولى عشان تجيب مدرب ان المدرب ما يكونش متعاقد مع نادي، عشان انت معكش فلوس تدفع وتجيب حد. الخلاصه ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده، الفوز لا بديل عن الفوز.